كيف فيكن تعرفوا إنه الرز بحليب يلي إلكن ناجح وطريقته صحيحة 100%؟ هو وقت اللي بتشوفوا هي التجعيدة على وجه الرز بحليب طبعا بعد ما يبرد. اليوم رح نعمل سوا الطريقة الأصلية والقديمة للرز بحليب اللي كانوا أمهاتنا يعملوها بدون ما نضيف نشا، بدون ما نسلق الرز لحال، بدون هالإضافات اللي طلعت مؤخرا مثل القشطة مثل الكريمة. رح نعمله بالطريقة القديمة الأصلية يلي إلها طعمة خاصة بصراحة. وخلونا سوا نشوف كيف الطريقة. هلأ بداية اللي في عالم بتحب تاخد اللدعة تبعية الرز بحليب، إذا كنتوا من هدول العالم فيكم تسخنوا الطنجرة قبل لا تحمى تمام وبعدها بتحطوا فوقها الحليب. هلأ نحن رح نحكي عيار كيلو الحليب أو اللتر الحليب الواحد، وفيكم انتوا تزيدوا تقريبا لتر الحليب تقريبا ممكن يعمل لكم من 4 ل5 زبادي بحسب حجم الزبدية اللي انت عندك اياها. كل لتر من الحليب، طبعا الحليب إذا كنتوا عم تستخدموا الحليب التازة البقر أو الغنم فلازم الحليب ينغلى أول شيء يتعقم وبعدها تشتغلوا فيه. أما الحليب المبستر اللي نحن عم نجيبه بنحطه على النار، مجرد ما شفتوا بلش يسخن بنضيف عليه الرز والسكر. لكل لتر من الحليب بدي فنجان قهوة من السكر وفنجان قهوة من الرز المصري القصير. وإذا في عندكم مستكة بتحطوا كم حبة مستكة متكة روب مشان ما يمرمر مع شوية سكر بتطحنون وكمان بتحطوهم بقلبهم. الملاحظة الأولى اللي كتير مهمة، الرز القصير لا بينغسل ولا بينتقع، لأن هيك انتوا بتروحوا النشا يلي فيه ونحن بدنا اياه، يعني النشا اللي بقلبه هو اللي رح يسمك لنا قوام الرز بحليب مشان ما نحتاج نضيف النشا. فنحن هي اهم نقطة، الرز مثل ما هو بينحط. هلا هون انا بكتشف انه انه انا غلطت من الاساس، ما كنت لازم احطها بطنجرة جرانيت. الافضل انه الطبخة هي تنطبخ بطناجر الومنيوم، لاني بتعرفوا الجرانيت ما بيعمل هي الطبقة السفلية، اجباري بده يلزق طبقة سفلية من تحت، فهنيك ما بتلزق، فكل ما حركتوها بدها تطلع من السفل وتخلط مع الرز بحليب فببقى ما ابيض صافي، ببقى في نقط هيك سودا. فهلا نحن رح نتركه على حرارة عالية كل 5 دقايق 10 دقايق بتحركوه. بس انتبهوا وانتوا عم بتحركوه المعلقة ما تقحطوا فيها سفل الطنجرة قحط، لنفس السبب مشان اللي عم يعلق بالسفل ما يطلع ويتحرك معكم ويخلط يعني ويصير لون الرز بحليب مو صافي. فبتحركوا هيك بتمسحوا أرض الطنجرة تمسيح بدون ما تقحطوه قحط. هلا هون بعد نص ساعة تماما من الغليان بحط نص فنجان قهوة، أو إذا بتحبوا طعمته قوية فنجان قهوة كامل من الماء الزهر. بس هذا الحكي لكل الكمية، يعني كل لتر حليب بده بين الربع والثلث فنجان قهوة من ماء الزهر. وبننطره بقى ليغلي لتشوفوا حبات الرز انمعست تماما تماما. أنا أخذ معي 45 دقيقة، 3/4 ساعة شفت إنه قوامه صار منيح. وأنا من النوع يلي ما بيحب الرز بحليب يكون كتير 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 سميك مثل المحلاية والمهلبية، بحب شوي يكون قوامه خفيف. بقى هون بترجع لكم القصة، إذا أنتم بتحبوه أتقل فتركوه على النار أكتر لتشوفوا قوامه خف أكتر. وشفتوا معي بالمشهد الأول من الفيديو شلون إنه بعد ما برد صار قوامه منيح، فيه شوية رطوبة، وأنا هيك بحبه. هلأ للأسف نحن عنا هون بالغربة أحيانا في أنواع الحليب أنواع الرز ما عم بتكون كتير كتير جيدة، فبطبخ الرز بحليب ممكن قد ما انترك على النار يبقى القوام خفيف، فممكن بالأخير تحتاجوا انكم تحطوا على طرف معلقة كبيرة من النشا تروبوها بشوية حليب على البارد وتضيفوه فوقه بس لحتى شوي يضرب القوام ويتقل. هلا أنا هون بالنسبة إلي كان القوام منيح. هلا أنتم ممكن هون تشوفوه إنه كتير خفيف، بس فعلا بس برد مثل ما شفتوا بأول لقطة. وهلا بالأخير رح أرجع صورها كيف إنه كان قوامه كتير ممتاز. برجع بقول لكم بالنسبة إلي ما بحبه كتير سميك أنا لرز بحليب. فبنسكبه هون بالزبادي، طبعا بتحطوهم على طرف ما بتحطوهم بالبراد مباشرة لحتى يصيروا بدرجة حرارة المكان، ما هن وعم يغلوا يعني بنحطهم بالبراد. بنحطهم بالبراد وبدكم تنظروا بقى عليهم ليبردوا تماما وبتاخدوا هي النتيجة. فطبخ الرز بحليب الصح الحليب يكون كامل الدسم وبتاخدوا ان شاء الله هي النتيجة طعمته جدا طيبة. هلا في عالم بتضيف مع الحليب السائل كريمة، في عالم بتضيف قشطة لتزيد نسبة الدسم تبعها، هذا خيار إلكم، إذا حبيتوا تضيفوا كمان أنتوا أحرار. بس أنا هالمرة حبيت أعمله بهي الطريقة الأصلية بدون أي إضافات. إن شاء الله يا رب بتعجبكم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسونا من اللايك من الكومنت واشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد، وصحة وألف هنا.